بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن قائمة المنتخب الوطني اللي أعلنها الكابتن حسام حسن للمباراتين القادمتين إن شاء الله. القائمة ضمت حراسة المرمى محمد الشناوي من النادي الأهلي، المهدي سليمان من نادي الاتحاد السكندري، محمد عواد من الزمالك، مصطفى شوبير من الأهلي. خط الدفاع أحمد رمضان بيكهام سيراميكا كليوباترا. آه، آه، حسام عبد المجيد من نادي الزمالك، محمد ربيعة من سموحة، محمد حمدي من بيراميدز، أحمد عيد من النادي المصري، عمر كمال عبد الواحد من النادي الأهلي. خط الوسط حمدي فتحي من نادي الوكرة، أحمد نبيل كوكا من النادي الأهلي، محمد شحاتة الزمالك، محمود صابر سموحة، مروان عطية من النادي الأهلي، نبيل عماد دونجا من نادي الزمالك، ناصر ماهر من نادي الزمالك. خط الهجوم محمود حسن تريزيجيه من نادي قطر في قطر، مصطفى فتحي من نادي بيراميدز، طاهر محمد طاهر من النادي الأهلي، عمر مرموش من نادي فرانكفورت في ألمانيا، إبراهيم عادل من بيراميدز، محمود عبد الحفيظ زلاكا من نادي سيراميكا، مصطفى محمد من نانت الفرنسي، أسامة فيصل. آه، القائمة ضمت وجوه جديدة، وتم استبعاد محمد صلاح لراحته، وتم استبعاد ياسر إبراهيم ورامي ربيعة للإصابة، وإمام عاشور للإصابة. ضمت القائمة وجوه جديدة لأول مرة، يعني وجوه جديدة لأول مرة، زي محمد ربيعة، وزي محمود صابر، لسه برضه يعتبر جديد. وضمت طاهر محمد طاهر برضه يعتبر جديد برضه، محمود عبد الحفيظ زلاكا ده برضه جديد. في وجوه جديدة كتيرة انضمت، 5 أو 6 دولت يعني انضموا جديد. القائمة المشكلة اللي فيها بس مشكلة خط الدفاع، لأنه يعتبر كله يعني غايب. رامي ربيعة اللي كان أساسي معاه في الفترة اللي فاتت كلها، محمد عبد المنعم برضو الإصابة، ياسر إبراهيم برضو الإصابة، محمود أحمد حجازي المشاكل بينه وبين حسام حسن. فإن شاء الله بإذن الله هي المباراتين مش مهمتين قد كده يعني. أهم حاجة حسام حسن بيستفيد إن هو يطلع وجوه جديدة، وبإذن الله يعني لحد ما نقدرش نقول مثلا غير مثلا واحد زي حسين الشحات ليه ما انضمش، وما نقدرش نقول مثلا ليه أكرم توفيق ليه ما انضمش. ديت الحاجات اللي احنا نتكلم فيها، مثلا أكرم ما انضمش ليه يعني، ايه السبب؟ المفروض يفسر لنا، برغم ان هو كان انضم قبل كده وما كانش بيلعب. في عندك قلنا حسين الشحات، قفشه طبعا عشان ما بيلعبش. في نادي الزمالك طبعا عبد الله السعيد كبر سنه يعني، ما فيش لعيب يعني، هم اللي بيلعبوا في نادي الزمالك الكويسين اختاروا زيزو طبعا للإصابة. فإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة سليمة، وبإذن الله اختيارات مهمة، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق لمنتخب مصر بإذن الله. شكرا، وأتمنى أن يكون الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.